مين قال إن البسبوسة الصيامي وحشة؟ البسبوسة الصيامي فظيعة، بس إحنا اللي ما كناش بنعرف نعملها. دي أحلى بسبوسة صيامي ممكن تجربوها في حياتكم، ومش بس صيامي، دي أحلى بسبوسة ممكن تعملوها في حياتكم. طرية ومرملة وبتدوب في البق، والصورة بتبين كل حاجة، وبجد أي حد هيعملها منكم هيدعيلي فعلا. وكمان مش بس الناس الصايمة اللي تقدر تعملها، دي كمان أي حد ممكن يقدر يعملها لأن هي اقتصادية جدا. شفتوا بقى دايبة ازاي وبتلمع وشكلها تحفة. تعالوا بقى أول حاجة معانا نص كوباية سكر، المقدار ده مناسب جدًا، وهي كده مش هتبقى مسكّرة خالص، ومعانا ربع كوباية عسل نحل أبيض. لو مش متوفر عندِك العسل النحل الأبيض تقدري تعملي شربات تقيل وتحطي منه ربع كوباية، أو كمان عسل جلوكوز. وأنا باشوف إن عسل النحل بيعمل نفس وظيفة عسل الجلوكوز، بس هو طبعًا مفيد عنه. معانا كمان كوباية إلا ربع لبن جوز الهند، وده عملته معاكم وهاسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، عملته معاكم ده آخر وصفة عملتها معاكم. كوباية إلا ربع لبن جوز هند، تقدري كمان تحطي بدالها كوباية إلا ربع مَيّة، أو كوباية إلا ربع فانتا، أو كوباية إلا ربع عصير برتقان، أو كوباية إلا ربع أي طبعًا عصير عندِك ما فيش أي مشكلة خالص، بس أنا هنا عملته معاكم فحطيت كوباية إلا ربع لبن جوز هند. معانا هنا كمان 3 كوبايات سميد أو ما يعادل 500 جرام أو نُص كيلو دقيق سميد، يُفضّل إن هو يكون ناعم. هاحط عليه معلقة صغيرة baking powder، وهافضل إن أنا أقلّب البيكنج باودر مع السميد كويس جدًا، بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وهابدأ إن أنا أجيب كوباية إلا ربع زيت نباتي، ومش محتاجة أقول لكم يا ريت الزيت يكون طعمه حلو، عشان طبعًا يعني طعمه لو فيه أي طعم مش محبب هيبان في الوصفة. فتقدري كمان إن أنتِ تحطي معلقة سمنة نباتي لو متوفر عندِك على الكوباية إلا ربع، يعني بحيث يبقى المقدار كله كوباية إلا ربع زيت أو كوباية إلا ربع سمنة نباتي، ما فيش أي مشكلة خالص. أنا هنا حطيت كوباية إلا ربع زيت، وكمان من ضمن الكوباية إلا ربع حطيت كده معلقة سمنة نباتي، وهافضل بقى أقلّبهم. هنا خلاص هاشيل الspatula وهافضل إن أنا أبِث السميد مع الزيت. أنا هنا مش باعجن، بحيث لو أنا عجنت مادة الجلوتين اللي في الدقيق السميد هتبدأ تتكوّن، وبكده البسبوسة هتبقى معايا ناشفة. لأ، أنا بابِث كده أكني باعمل كحك، وفي الآخر هتبقى عاملة كده معايا أكنها زي الرملة المبلولة. خلاص أنا هنا خلّصت، هاجيب بقى الخليط اللي هو السكر والعسل ال واللبن جوز الهند، ضربتهم في الخلاط ودوبتهم مع بعض، وهاحطهم على الخليط بتاع السميد معايا. أنا هنا برضه مش هاعجن، مجرد ما أحط المادة السايلة أو الخليط اللي أنا عملته هابدأ إن أنا ألِم، بادخّل الحاجات السايلة أو المواد السايلة في خليط السميد، بس أنا مش باعجن. وهالِم بقى خليط البسبوسة كده معايا بالشكل ده، هالِمّه بس لَم كده بس، بحيث إن أنا أدخّل المادة السايلة في خليط السميد، وهتبقى معانا بالقوام اللي أنتم شايفينه ده، بتبقى قوامها سايل كده شوية بالضبط، نفس القوام كده بالضبط. هاجيب بقى صينية مدهونة زيت نباتي، أو مدهونة سمنة نباتي، أو مدهونة كمان طحينة، في ناس بتعمل كده، وهابدأ إن أنا أحُط فيه خليط السميد اللي أنا عملته، تمام. تقدري بقى تحطّي عليه أي نوع مكسّرات، فول، فستق، بندق، أي حاجة. أنا هنا هاحُط بندق مجروش، وباحب البندق المجروش لإن بيدّي لها طعم وريحة المحلات. تقدري باقول لِك تحطّي أي نوع مكسّرات براحتك خالص. أنا بقى هنا كده خلاص هافرد خليط البسبوسة في الصينية بتاعتي المدهونة زيت، هافردها كويس. هي خلاص بقى أصلًا ما هياش محتاجة فرد كتير يعني، لإن هي أصلًا يعني سايلة، قوامها سايل، فهتبقى سهلة جدًا في الفرد. خلاص أنا هنا خلّصتها وسويتها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. ممكن كده أدّي لها خبطتين على الرخامة زي ما أنا كده عملت في الفيديو، وهاجيب بقى البندق المجروش أوزّعه على وش الصينية. زي ما قُلت لِك أي نوع مكسرات عندِك، ما عندكيش أي نوع وما عندكيش فول ما تحطّيش، مش بيفرق في أي حاجة خالص. هابدأ بقى كده أرُش على وش الصينية البندق، وهاخلّص الكمية كلّها، وبعد ما أخلّص الكمية كلّها هابدأ إن أنا أضغط كده بإيدي على المكسرات المحطوطة بحيث تغرز وما تطلعش منها لمّا أبدأ أحط الشربات وأسقي خليط البسبوسة. باضغط كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده بحيث أغرز المكسرات جواها وما تطلعش لمّا آجي أحط الشربات. بس بالشكل ده بقى أنا بابقى مسخّنة الفرن على درجة حرارة 180، بابقى مسخّناها قبلها أول ما أبدأ أعمل بسبوسة، باشغّل الفرن وبادخّلها أول ما الجوانب بتحمر باشغّل الشواية تاخد وِش من فوق. وتعالوا بقى بينا نعمل الشربات لحد ما البسبوسة تطلع معايا من الفرن. بصوا بقى شكلها حلو ازاي. تعالوا بقى بينا يلا نعمل الشربات. عشان نعمل الشربات هنحتاج كوباية وربع سكر ناعم أبيض،
كوباية وربع، هنحط عليهم كوبايتين إلا ربع مَيّة، تمام، وهابدأ بقى أسيبهم يغلوا، طبعًا ما باحطش فيها أي معلقة معدن أو أي حاجة بحيث لو أنا حطيت أو قلّبت السكر هيبدأ يتكرمل معايا ويسكّر، تمام. وهابدأ إن أنا بقى أسيبهم وقُرب ما ييجي يغلي هاحط كده كام عصرة ليمون، عصرة، يعني أنا مش باحط نُص ليمونة أو مش باكتّر في الكمية، أنا باحط كام عصرة ليمون بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، ده خلاص كانت خلاص قُرب ما غلت يعني. وهابدأ أحط كام نقطة فانيليا وربع معلقة أو حاجة بسيطة خالص سمنة نباتي، السمنة النباتي فايدتها إن هي بتدّي لون حلو أوي للبسبوسة ولمعة فظيعة. خلاص بقى البسبوسة هتطلع معايا سخنة مولعة والشربات سخن أهو، سخن جدًا بيغلي قدّامكم، وهابدأ إن أنا أجيب مغرفة، تمام، أنا هنا كنت باوريكم قد إيه إن هي خلاص يعني طرية، هابدأ بقى إن أنا أجيب مغرفة وأبدأ أحط الشربات على البسبوسة والاتنين سخنين جدًا، ما ينفعش حاجة فيهم باردة. والبسبوسة طالعة من الفرن مولعة، هاحط الشربات مولع، وباحط بمغرفة بحيث لو أنا دلقت كده دلق الشربات على صينية البسبوسة هتبدأ تعمل حُفَر، ما تقلقوش، آآ لو أنتم عملتوها بالطريقة دي بالضبط هتشرب كل كمية الشربات، ما ترموش أي حاجة من الشربات، أنا باحط الكمية كلها، الصينية بتشربها، كمان تقدروا نسيت أقول لكم مقاس الصينية ده أنا عملته في مقاس 28 تقدري تعمليه في 30 بس أنا عملته في 28 عشان باحبها تخينة زي بتاعة المحلات، لو أنتِ عايزاها طبقة أرفع هتعمليها في 30 ما فيش مشكلة خالص. هابدأ بقى أوزّع الشربات لحد ما الشربات يتشرب، هي هتاخد الكمية كلها، وده أنا عايزة أقول لكم كمان إن ده من عوامل نجاح البسبوسة، كلنا عارفين إن البسبوسة الناجحة هي اللي بتشرب الشربات. خلاص بقى هنحط كل الشربات كده، ولمّا نخلّص الكمية كلها والبخار كده طالع هنغطي البسبوسة ونسيبها تبرد تمامًا، إحنا مش هنقطّعها دلوقتي خالص ما تستعجليش عليها. كمان لو أنتِ سِبتيها كده كمان لتاني يوم بقى، هتبقى حاجة فظيعة. إحنا بنسيبها ومش بنقطّعها وهي سخنة، لإن البسبوسة دي يا جماعة طرية جدًا، طرية كده وjuicy وفظيعة، لو اتقطّعت وهي سخنة هتتفرفت، خاصةً لو عندِك ضيوف أو هتقدّميها لحد، فهتتفرفت ومش هتبقى متماسكة معاكِ. عايزاها متماسكة، سيبيها كده مثلًا من ساعتين ل3 ساعات في التلاجة أو برّه ما فيش أي مشكلة خالص، أو كمان تسيبيها لتاني يوم، هتبقى طرية جدًا ومتماسكة جدًا، جدًا. طبعًا الشكل بيتكلم، أحلى بسبوسة صيامي ممكن تعملوها في حياتكم، وأي حد كمان مش صايم داقها أو عملها مش هيصدق نفسه أصلًا إن هي صيامي، بجد يا جماعة على ضمانتي جربوها وابعتوها لكل قرايبكم وكل صحابكم يجربوها وهتدعوا لي أنا واثقة. دي بقى البسبوسة الصيامي بطريقتي، هتعجبكم جدًا، تعالوا بقى كده كمان نقطعها سوا ونشوف شكلها من جوه عامل إزاي. خلاص بقى أنا هنا باقطّع لكم قطعة عشان تشوفوها من جوه طرية وjuicy ودايبة وحاجة كده فظيعة. بُصّوا بقى يا جماعة المنظر ده، منظر بجد زي ما بيقولوا يوجع القلب، حاجة كده فظيعة، بتدوب في البُق كده دوبان، وريحة لبن جوز الهند فيها يا لهوي! فظيعة، جربوها بجد، شُفتوا؟ دايبة، دايبة مستوية ودايبة، ولونها كده من تحت واخدة كده لون فظيع زي من فوق، وحاجة كده فظيعة، بُصّوا، بُصّوا، حاجة دايبة بتدوب كده في البُق. أسيبكم بقى مع الصور عشان تشوفوا المنظر عامل إزاي برضه والفيديوهات. بُصّوا، هي باينة من غير ما أشرح ومن غير ما أوضّح ولا أوجع في قلبي يعني، هي فظيعة. أنا عايزاكم كلّكم تجرّبوها، سواء الناس الصايمة أو اللي مش الصايمة، هي اقتصادية جدًا كمان لو حد مش صايم، هي اقتصادية جدًا، لإن ما فيش فيها زبادي ولا لبن ولا سمنة بلدي ولا أي حاجة خالص. بس بقى لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بانزّله، وباحبكم جدًا واستنوني في فيديو جديد وقولوا لي أعمل لكم إيه المرات الجاية، بس أنا عاوزاكم في الفيديو ده تمشوا على كل الخطوات وكل التريكات اللي أنا قُلت لكم عليها عشان تطلّعوا أحلى بسبوسة ناجحة. باحبكم أوي، استنوني في فيديو جديد.